روحنا يا اخي. أكثر مرحلة وأكثر فترة انضم فيها الشعب ويلتحم فيها الشعب ويترابط فيها الشعب، نساء ورجال، شباب وشابات وأطفال، كلهم يترابطوا مع القوات المسلحة ويتكاتفوا مع القوات المسلحة ودعموا القوات المسلحة بمال، دعموك معنويا، دعموك داخل البلد، دعموك مغتربين، دعموك مال، دعموك. يا أخي ما فضل فيها برهان، ما فضل الا النسوان في الفاشل شالا كلاش ونزلا مع الجيش بيقاتلك. يا اخي اكثر من كده يعملوا لك شنو يا برهان؟ يا اخي طلعت روحنا، والله طلعت روحنا. يا اخي القياده دي ما كانت زي قياده الحجاج بن يوسف ولا فايده فيها. يا اخي الجنجويد دول ما بيجوا الا بقوه العين وقوه السلاح، غير كده والله ما بتقدر عليهم. الان عندك عمر جبريل يتقتل ويتبختر، ما فشيتونا فيه. الجوفاني يطلع ويهدد ويتبختر، ما فشيتنا فيه. والبلاح يطلع يهدد ويتبختر، ما فشيتنا فيه. كيكل الجوال في الجزيرة ما خلى قرية ما مشى ليها، وريناك تحركاته إحداثياته مكانه، ما فشيتنا فيه. فشنا في قيادي واحد ما في الجزيرة كلها ما قتلته إلا شيريا، إلا شيريا قتلوا لك مقابله جحاش. احنا كل مرة بنفقد. الشهيد أيوب عليه رحمة الله فقدناه غدرا وخيانة. محمد صديق متحرك كامل، فيه مقدمين وفيه عقدة، غدر وخيانة. أنا ما بحسب محمد صديق أسروه بسهل، الجنجويد ما عندهم عقلية إنه يصيروا محمد صديق، ولا بيقدروا على محمد صديق. والله الجنجويد لو جابوا حميتي ما يقدر يأسر محمد صديق، يتأثر من جوا خيانة. عثمان مكاوي مات خيانة سكتنا عثمان مكاوي مات خيانة، غدر وخيانة وسكتنا. قلنا يا نمشي قدام المرحلة دي، هسه نتخطى كل الخلافات وكل اللي بيحصل، نمشي قدام. الآن محمد صديق غدر وخيانة، الجزيرة سلمت خيانة وساكتين. نفس الاستخبارات الموجودة في الجزيرة وديتها لها القطارف. الفاو الآن على شفا حفرة، الآن الفاو على شفا حفرة، والآن القطارف على شفا حفرة، والفاشر على شفا حفرة. الشيخ ما تدونا البلد دي اطلع منها، حركت روحنا، طلعت عنا. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. وليدات ميليشيا وليدات يلعبوا علينا نحن دولة كاملة طول عرض، دولة بأجهزة مخابراتها إخباراتها وطيرانها ومسيراتها وأجهزة الأمن، شرطتها وجهاز أمنها وجيشها ومدرعاتها ومدفعيتها، دولة كاملة طول في عرض يلعبوا علينا نحن ميليشيا شفع ما عندهم علاقة بالعسكرية. والله خجلنا، وعزة جلال الله خجلنا. يا أخي غلبتك خد ميتين ذاته، خد السلاح ده أديها لكباشي، أديها لأي ضابط، أديها لأي زول سوقه. يلعبوا علينا نحن وليدات، دولة ملانة خونة، ملانة مفسدين، ملانة طوابير. الطابور الخامس أكثر من الجيش اللي بيقاتل في الميدان، طابور خامس أكثر من الجيش اللي بيقاتل في الميدان. عبارة عن كمائن، كل مرة عاملين لنا كمين. انتوا تعالوا هنا يا ناس الليستيك، انتوا يا ناس الاستخبارات اللي بتلبسوا لنا المركوبة الجنينة والبدلة الاشتراكية، انتوا شغلكم شنو؟ انتوا شغلكم شنو يا استخبارات؟ وروني انتوا كنتوا بتقروا شنو؟ كنتوا؟ كيمياء؟ فيزياء؟ طب؟ احياء؟ يا اخي نحن الطبيب عندنا يساوي امه كامله بنجد شغلته، الصيدلي عندنا بساوي امه بنجد شغلته. انت كاستخبارات ما تخصصك؟ وين شغلك؟ انت الاستخبارات في الخط الامامي، اتحرك ما تتحرك. في الفاو كمين، القضارف كمين، جابوا مسيره جوا عبره سكتنا، مسيرة تضرب جوا هناك في شندي سكتنا، مسيرة تضرب في جهاز الأمن والمخابرات الوطني في القطارف سكتنا. غسان القداني يطلع منشور ويقول لك يا قائد الفرقة داش، عندك بتاع الاستخبارات اللي كان سبب في سقوط مدني جبتوا القطارف ثاني يوم يحتغلوا أخو غسان الغداني. ليه؟ لمتين نحن نصبر ولمتين نسكت؟ ليه؟ نلبس كدمول؟ نبقى مع الولادات ديل؟ نبقى مع الخونة؟ اللي احنا المغتربين بيهددوا فينا، واهلنا هناك في خطر، روحنا طلعت، خلينا اي شيء، شغلنا ذاته حريقه في الشغل ذاته، خلينا الشغل بس بتجد لنا شغلتك. الان احنا كلنا بنقول برهان، مشاكلك في الثوره تجاوزناه، موت الشهداء تجاوزناه، كل حاجه تجاوزناه، قلنا جيش واحد شعب واحد.
جيش واحد شعب واحد. البرهان غلطان، يقعد لحد ما يصلح غلطه، يقعد لحد ما يصلح غلطه، حتى بعد ذاك يمشي الدروع. ما عندنا مشكله، نمشي قدام، اتعاطفنا معاك في موت ولدك، وقفنا معاك يا برهان، كلنا اولادك يا برهان، كلنا اخوانك يا برهان، كلنا اهلك واقفين معاك. انا اشوف خطاباتك اصدق، اشوف عمايلك استعجب، اشوف خطابك تقول بل وبعض وتقول كلام زي ده، اجي القى في ارض الواقع زيرو. ميت امك.